ليلة كروية في الرباط اتحولت لساحة معركة بين الأهلي والجيش الملكي. الماتش وقف بسبب شغب عنيف من الجماهير ومقذوفات خطيرة على اللاعبين. والأخطر من كل ده سكينة معجون بتترمي في الملعب. مدرب الأهلي ياستروب قال إنه كان بيفكر ينسحب بالفرقة كلها. طب إيه اللي ولع الدنيا بالشكل ده؟ تعالوا نرجع لأحداث الماتش. البداية كانت مع هدف للجيش الملكي بعد ما الكرة رجعت من ضربة جزاء صدها شوبير. لكن في الدقيقة 68 تريزيجيه جاب التعادل للأهلي بضربة راس قوية. ومن هنا بدأت الفوضى، مقذوفات من كل حتة، وتريزيجيه نفسه اتصاب بعد هدفه. القصة ما خلصتش هنا، المعركة اتنقلت للمؤتمر الصحفي بتصريحات نارية. كل مدرب كان بيحكي عن ماتش مختلف تماما عن الكيني. توروب كان غاضب جدا من غياب الفار ووصف الموضوع بالأمر الكارثي. وبسبب كل ده الأهلي حاليا بيجهز شكوى رسمية للكاف. الشكوى دي هتركز على الشغب والآلات الحادة اللي اترمت وأهمها سكينة المعجون. في النهاية وسط كل الفوضى دي النتيجة الرسمية للمباراة كانت 1-1. التعادل ده خلى الأهلي لسه في صدارة مجموعته في دوري الأبطال. والغريب إن دي تاني مواجهة بس في تاريخ الناديين على الإطلاق. وده فصل جديد في تاريخ الأهلي الطويل قصاد أندية المغرب. الماتش العنيف ده خلف وراه كمان إصابات في صفوف الأهلي. السؤال دلوقتي بعد كل اللي حصل ده إيه اللي جاي؟ كل الأحداث دي متوثقة، فيا ترى الكاف هيعمل إيه مع الجيش الملكي؟